كنت عايزة أسأل حضرتك عن الأب الشاذ الاب الايه؟ اللي هو مقاطع بناته بيكلمهم ومراته. لا مش فاهمه، يعني مش فاهمه الاب يعني ماله. الأب اللي هو ما بكلمناش، احنا قاعدين في نفس البيت مش بيكلمنا. بقالي يا مريم، يعني اصل انت قلتي كلمه كده صعبه قوي، الاب اه يعني الشاذ ايه صح؟ شاذ؟ اه، كده من قوم لوط. انت متاكدين لا يعني؟ حول ولا قوه الا اه. بالله. ازاي مش هو متجوز ومخلفكوا كده؟ ايوه، وبعدين؟ ما احنا شفناه كذا مرة عندنا وكان بره بيتنا وحاجات يعني مش كويسة وما بيكلمناش، ولا انا ولا مامتي ولا اخواتي ولا اي حد فينا خالص. يعني انتوا شفتوه بيعمل تصرف شاذ ف... اه. ف... فواجهتوه فبقى قاطعكم، ما بقاش يكلمكم. ايوه، وحبسنا في البيت على طول، ما بنطلعش بره، ما بنخرجش، ما بنكلمش حد. طب انتوا لما هو واجهتوه اللي ايه؟ حابسكم؟ ولما اه، واجهتوه ايه اللي قافل علينا حصل؟ الباب. قافل ولما ايه؟ قفل الباب، ما لما قفل بنطلع الباب. نجيب حاجة لينا هو اللي بيجيب كل حاجة ومفيش طلوع بره. ولما واجهتوه يا مريم ايه اللي حصل؟ فضل يزعق وفضل يحلف على المصحف ان ده ما حصلش وانتوا كدابين، انتوا بتكدبوا عليا، كلام زي ده. طب مش يمكن فعلا انتوا يعني ده وهم اختلط مثلا؟ الامر عليكم؟ يعني ده ممكن يكون وهم بالنسبه لكم، مفيش حاجه؟ لا، ما هيبقى وهم بالنسبة لواحدة بس، لكن بالنسبة لي انا واختي ومامتي فمش. يعني انتوا شفتوا بعينيكم ولا تهيأ لكم او ربطتوا لا، احنا الاحداث؟ شفناه بعينينا. ايوه، احنا شفناه. لا حول ولا قوه الا هذا بالله. كان يعني ده كانت مره ولا مستمر؟ ولا لا، متعرفوش؟ هو دايما على طول. طيب على طول كده. وانتوا يعني مثلا ما كلمتوش مع حد من العيله، اخواته، اهله، احنا اتكلمنا مع اهل اخواته مامتك؟ كتير قوي، واتكلموا كلنا اتكلمنا معاه، بس هو مش بيكبر لحد. هو مع نفسه كده، قطع نفسه اصلا من الدنيا كلها. طيب معلش، مامتك العلاقه ما بينها وبينه ايه؟ مفيش. اكيد. احسن. احسن مفيش طبعا. بقالهم اصلا كذا سنة، احسن. ومفيش اصلا الحاجة دي مفيش نهائي. هو بابا كده عنده كام سنه؟ هو عنده 50. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هو هي دلوقتي هي النقطه بقى ان هو كمان اللي بيظلمكم وقافل عليكم. طب قافل علينا، ولا انا انتوا بطلع ولا اخواتي ولا مامتي مثلا تروح تشوف اهلها، ولا اهل امي يجولنا، ولا اي حاجة خالص من الحاجات دي. لكن هل مثلا ما تقدروش ان انتوا بقى اللي تنفصلوا عنه، ولا هو اللي بيصرف، ولا انتوا قاعدين كده راضيين بالوضع احنا ده ليه؟ قاعدين في بيت، احنا البيت اللي احنا قاعدين فيه 4 ادوار، احنا قاعدين في الدور التاني وهو قاعد في الدور الارض تحت. تمام. هو مع نفسه واحنا مع نفسنا، بجيب حاجات البيت مثلا ينادي على اخت صغيره اخد الحاجه وبس على كده. ايوه يعني انتوا قاعدين راضيين بالوضع ده عشان هو اللي بيصرف لا، عليكم؟ احنا مش راضيين، احنا عادي، احنا اصلا كده كده مش فارقه معانا، احنا لو مشينا وسيبنا البيت مش فارقه معانا. مش فارقه يعني معايا، ما باخد انا رأي عارفه، لكن حضرتك. انتوا بقى وضعكم هيبقى ايه لو عملتوا كده؟ هتقدروا؟ ايوه، هنقدر نعيش طبعا عادي، نشتغل ونعيش حياتنا ونبني حياتنا من اول وجديد، ما فيهاش اي حاجه خالص. لكن انتوا ما بتكلموهوش اصلا ولا ليكوا علاقه بيه؟ لا، ولا احنا مامتك ولا بقالنا اي 3 حاجه؟ سنين على كده. مين اللي ما بيكلمش التاني؟ انت اللي بتكلمهوش ولا احنا هو؟ بنكلمه وهو ما بيردش علينا، يعني كان في العيد الصغير رحنا وعيدنا عليه ما رضاش يكلمنا. حاضر حاضر. كنت لا عايزه حول اعرف ولا رأي قوه حضرتك الا في ايه بالله. الحوار لا ده، حول يعني ولا نعمل ايه قوه وكده. الا بالله. حاضر يا فندم حاضر. شكرا. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني طيب هو فاضل قد ايه يا استاذه دعاء؟ دقيقتين. طيب على اي حال يعني اسال الله عز وجل ان يهديه، اللهم امين يا رب. واحنا تقريبا جالنا حاجه قبل كده فاكره، واتكلمنا في شبه كده شبه كده، وكان راجل تقريبا تجاوز ال60 من عمره، يعني طلع على المعاش كمان. على اي حال يعني ممكن نعمل حلقه عن المساله دي، لانها للاسف الشديد بعض الناس ممكن تدعو اليها وفي انتشار وما الى ذلك، فاحنا محتاجين اللي احنا نتكلم عليها ان شاء الله باذن الله. لكن العلاقه ما بينك وما بين الاب الحمد لله اللي هو خلينا نقول يعني ايه، اللي هو منفصل. يعني الحمد لله اولا عن الام، لاني كنت هطالب الزوجه الكريمه ان هي تمتنع عنه، ان هي تمتنع عنه. طب والامتناع ده يا مولانا يبقى شرعا وعرفا وكل شيء، اللي هي تمتنع عن هذا الرجل حتى لا تنتقل الايه، لا العدوى. تنتقل العدوى او ما الى ذلك، امراض. ما دامت هي قد تاكدت خلاص. النقطة الثانية اللي هو ده احنا بنقول له السلام عليكم وبنحاول ان احنا نوصل الرحم وهو بيمتنع عن ده، فالإثم مضاعف عليه. ده غير الذنب الكبير اللي بتهتز له السماوات والأرض. طبعا. وبعض أهل العلم كان يقولوا الكلام ده
ما شفناش اعظم بعد الشرك بالله عز وجل من فعل قوم لوط. اللهم عافينا يا رب. انت متخيله ده اللي هو اعظم من القتل واعظم من شرب الخمر واعظم من كل شيء، حتى من الزنا نفسه، واخده اللي هو قوم ايه، اللي هو فعل قوم لوط. فانتوا ادام سبقتوا بتقولوا السلام عليكم من باب البر، ان ده حاجه ودي حاجه، يعني دي منفصل، هو في النهايه اب، في النهايه ده اب، لكن هو بيردش علينا خلاص. يبقى انتوا عملتوا اللي ايه؟ انتوا عملتوا اللي عليكم، وهو ده الذنوب عماله تتكاثر عليه. واسال الله عز وجل ان يمن عليه بالعفو، واسال الله عز وجل ان يمن عليه بتوبه قبل الموت. امين. اللهم امين. وان يهديه. يمن علينا جميعا بالتوبه، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن يا محتاجين ان احنا نفرد حلقه او حلقتين في المسائل دي، ونشوف كمان كلام الاطباء في المساله والخطوره المترتبه على الكبيره اللي بتهتز لها السماوات والارض. هم يعملوا ايه بقى؟ خلاص هم منفصلين، هيعملوا منفصلين. ايه؟ ما هيعملوا ايه؟ ما مش هيعملوا حاجه يعني، هم عليهم بالدعاء الى الله عز وجل، بس ما يظلمهمش بقى ويقفل عليهم والحاجات دي. يا استاذه دعاء، اذا كان هو بيعمل حاجه اصلا تهتز لها السماوات والارض، فاي حاجه بعد كده هيعملها، يعني اي حاجه بعد كده خلي بالك، ده اعمال ذنوب عماله متراكبه، يعني انت متخيله عماله ذنب فوق ذنب فوق ذنب، وبيعمل كبيره فوق كبيره فوق كبيره فوق كبيره. فانت عاوزه ايه من انسان زي ده؟ يعني مش عاوز اقول طمس الله على قلبي، يعني اسال الله عز وجل ان ينور بصيرته، واسال الله عز وجل ان يتوب عليه، وان يمن عليه بالتوبه قبل الموت. ده هي بس اللي احنا محتاجين، اللي احنا ندعو الله عز وجل. ربنا يهديه يا رب العالمين. لكن محتاجين اللي احنا نشوف بقى ايه الاثر المترتب على ده، نشوف بقى كلام الاطباء بيقولوا ايه في المساله دي. ربنا يهديه ويسترهم يا رب.